آخر أخبار كرة القدم في دقيقة. في الدوري الإنجليزي الممتاز انتهت مباراة نادي توتنهام هوتسبير أمام نادي ليدز يونايتد بالتعادل بنتيجة هدف مقابل هدف. وفي الدوري الإيطالي سقط نادي نابولي أمام نادي بولونيا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين. بحسب صحيفة فاناتيك قدم نادي بشكتاش التركي عرضا رسميا بقيمة 20 مليون يورو لضم راؤول أسينسيو من ريال مدريد، وتدرس إدارة الميرينجي العرض، وفي حال نجح بيريز في التعاقد مع مدافع خلال الصيف فقد ترحب بالاستغناء عن أسينسيو. وكشفت صحيفة تيم توك أن نادي ريال مدريد ونادي بايرن ميونخ يراقبان وضع يوشكو جيفارديول تمهيدا لمحاولة التعاقد معه. ورغم معاناته من كسر في الساق أبعده لفترة طويلة هذا الموسم، فإن مانشستر سيتي لا يزال يعتبره جزءا مهما من مشروعه المستقبلي، مع اتجاه لبدء مفاوضات تجديد عقده قريبا. وصرح جواو كانسيلو حول وضعه مع نادي الهلال السعودي قائلا: في الهلال لم يخبروني بالحقيقة، قالوا لي إنهم سيقومون بتسجيلي في قائمة الدوري، ثم جاء يوم الحقيقة ولم يفعلوا ذلك، وبعدها يتم اتهامي بأن شخصيتي سيئة. على الأقل أنا شخص يفي بوعده ولا يغير كلمته.